الجزائر في مباراة ودية أيضا. مراوغة جيدة من جابو في مسك القميص، فعلا مسك من القميص، مراوغة رائعة جدا من جابو، لكن اللاعب بريشكو نتمناو ان شاء الله تمريرة ذكية، ذكية والهدف الأول من سوداني. تمريرة رائعة جدا من سفير طايدر، هلال السوداني، العربي هلال السوداني يصعد فوق الجميع ويترك الحارس اندانوفيتش واقف متفرج متتبع للكرة فقط بعينيه. وهدف أول للمنتخب الوطني في هذه اللحظات الأخيرة من الوقت البديل. إذن هدف أول للمنتخب الوطني، نقدر نقول هدف مستحق بالنظر إلى الفرص التي لم تكن كثيرة لكنها ضاعت من عناصر المنتخب الوطني. شوف مباراة كما هذه مفاتيح الفوز هي الكرة الثابتة. هذه الكرة هذه ضربها بقوة وخاصة الداخلية الأمام. أنا نقول له بون تايمينغ تاع اللاعب السوداني، اطلب الكرة والكرة داخلية. شوف الكرة كيف دخلت، لو بون تايمينغ تاع اللاعب السوداني. هنا كنا تكلمنا عن التركيز قبل الكرة، التركيز مطلوب من الكرات الثابتة خاصة اللاعب اللي ينفذ الكرة. هلال السوداني يمضي هدفه رقم 10 مع المنتخب الوطني في هذه المشاركة قابل السف. هذه أول مباراة لمدحي الحسن يضيع من هذه الكرة، لكن تبقى لعناصر المنتخب الوطني. سليماني يعود لمدحي الحسن، يعود إلى الوراء، كرة لعناصر المنتخب الوطني. جابوا نجح في المراوغة، تمريرة ذكية والهدف الثاني من سفير طايدر، والهدف الثاني من سفير طايدر. لكن عبد المؤمن جابو يقدم كرة في المستوى في هذه اللقطة. هدف ثاني مستحق للمنتخب الوطني ومفاجئ لعناصر منتخب سلوفينيا. نشوفوا اللاعب جابو كيفاش حكم في الكرة، ما مدش الكرة، نقول ما تسرعش فعلا، خدا وقته ومد كرة نقول انا ثابته لمن الكرة. طايدر اللي كان خارج المنطقة. شوف انا خارج المنطقة مرر الوقت اللي خدا اللاعب جابو نقول خدا وقت كبير، رفد راسو شاف لاعب طايدر خارج كرة اللي مدها له، نقول خارج المنطقة وين اللاعب طايدر كانت عنده مساحة كبيرة، رفد راسو وحط الكرة في الزاوية الثانية وين الحارس ما يقدر حتى شيء ما باش يجيب الكرة. حارس الانتر يهزم مرتين في هذه المباراة مع هذا الهدف الثاني من طايدر.